أكاديمية ومترجمة مصرية بارزة اشتهرت بتوليها منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة في مصر، وهي أستاذة للترجمة في كلية الألسن بجامعة عين شمس. لديها خبرة واسعة في مجالات الترجمة والعمل الثقافي. ضفت النهاردة في خطوتها دكتورة أمل الصبان. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بيكي. منوراني في خطوتها. ميرسي، انتوا اللي منورين كلكم. احنا بنتكلم هنا عن الستات وازاي بتبدأ خطوة خطوة عشان توصل لمناصب كبيرة وتقدر تكمل وتوصل اللي هي عايزاه وتحقق طموحها. عايزة اعرف بقى من حضرتك الموضوع بدأ ازاي؟ يعني انت اصلا من الاول من المدرسة كان في تشجيع، كان في سبورت ليكي من الاهل انك حتى تشتغلي وانك تكملي وانك. طيب. الحقيقه انا كنت في مدرستي، كنت في نوتردام دي زاباترو. المدرسه دي كانت معروفه بان هي طبعا مدرسه رهبات وشويه متشددين، وكان عندنا دايما الاوائل بتاعته الاعداديه واوائل الثانويه العامه. فكانت مدرسه معروفه كويس قوي ان هي مدرسه لها سمعتها التعليميه يمكن الاقوى ما بين مدارس الرهبات انذاك. انا وانا في اعدادي بدات العب باسكت، ويعني كان الباسكت، انا عارفه الناس دلوقتي يقولوا لك كلمه شغف دي بتستخدم عمال على بطال، بس فعلا انا كان عندي شغف باللعبه دي، كنت بحب الرياضه دي بطريقه غير عاديه. واصحابي اللي انا عملتهم من وانا في اولى تانية اعدادي هم اقرب اصحاب ليا لغايه دلوقتي. ما شاء الله. حقيقي. فاحنا لعبت باسكت، وفي الوقت ده طبعا يعني ما كانتش الرياضه زي دلوقتي، رياضه البنات زي دلوقتي عادي. عشان كده كنت لسه هسأل. اكيد كان الاختيار اساسا المجال صعب جدا في الرياضه، واكيد كان في تعارض او حاجه انك تلعبي حاجه زي كده. طبعا هو برضو المدرسه كان يعني المدارس برضو كان مدارس اللغات في الوقت ده كانوا بيعملوا فرق، وكانت الفرق دي متميزه سواء الدليفراند او السكريكار، يعني مجموعه المدارس اللي في مصر الجديده. فاحنا كان في اهتمام بالرياضه في المدرسه، وبعد كده رحت النادي وبدات العب، وكنا مجموعه اصحاب في سن واحد، وكان عندنا حد مدربنا كان متميز جدا، وكنا مجموعه متميزه جدا. وبسرعه واحنا تحت 15 سنه بدانا ندخل، يعني تحت 16 بدانا ندخل منا المنتخب، وده كان بدري قوي قوي قوي. وطبعا لما بتتفوقي في حاجه بتبقي حابه ان انت تكمليها. البيت بقى فيه التزام وصرامه طبعا. ماما كانت دايما داعمه ليا الى اقصى حد، الى اقصى حد فعلا.